هلو أعزائي المشاهدين، من 3 سنين كنت بعاني من مشكلة بسيطة، أمسك الموبايل علشان أعمل حاجة عاجلة ومستعجلة، أرد على حد باعت لي حاجة، أتشيك ميل مهم لازم أشوفه، أشوف حاجة بسرعة وينتهي بين المطاف، مضيعة على الأقل نص ساعة على أبليكيشنز السوشيال ميديا بسكرول بلا هدف وبلا توقف، كأن الموبايل لزق في إيدي ومش عارفة أسيبه، وابتديت أركز أكتر في الموضوع لما لقيت الموبايل باعت لي نوتيفيكيشن يقول لي الوقت اللي قضيته على الموبايل قد إيه الأسبوع اللي فات، واتصدمت إن أنا على الأقل مضيعة 15 ساعة من وقتي في الأسبوع على ابلكيشنز السوشيال ميديا. ده وانا شايفه نفسي حد مشغول وما عندوش وقت ومش فاضي، لان انا عندي بيت وبنت وبشتغل وبذاكر وعندي حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت مأجلة حاجات مهمة وقتها ما كنتش بعملها علشان مفكرة نفسي ما عنديش وقت ليها. أنا كنت شايفة نفسي من الناس اللي مش بستخدم السوشيال ميديا قوي، يعني أدخل أشوف حاجة وأخرج تاني بسرعة من غير ما أضيع وقت. بس اتصدمت لما شفت الرقم 15 ساعة. سألت نفسي وقتها سؤال بسيط وصغير: يا دينا يا دندونة، هل ده فعلا الطريقة اللي انت حابة تعيشي بيها حياتك؟ هل انت فعلا حابه الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا ده فعلا يبقى للسوشيال ميديا، يعني ولا يبقى لنفسك ولا لبيتك ولا لجوزك ولا لبنتك ولا للمسؤوليات الكتير اللي وراكي ولا حتى لعيلتك الكبيره؟ مقضيه الوقت ده تتفرجي على حياه ناس تانية؟ والإجابة كانت واضحة ومحددة وصريحة: أكيد لأ. أكيد أنا مش حابة أقضي الوقت ده على السوشيال ميديا. وقتها حسيت إن أنا مش محتاجة أقطع السوشيال ميديا قد ما أنا محتاجة أبقى باستخدمها بوعي أكتر، يعني أبقى محددة ولا عارفة إن أنا هادخل في الوقت ده واخلص في الوقت ده، مش سايبة الموبايل يسرق مني الوقت اللي هو عاوزه مش اللي أنا عاوزاه. الحاجة التانية، لو مش محددة وقت أبقى داخلة عارفة أنا هادخل أشوف إيه واخرج تاني بحقه حقيقي، مش هفضل ماسكة الموبايل. أنا وضعت النهاردة إزاي الحمد لله عرفت أقنن استخدامي للموبايل وخلتني أنا اللي أتحكم في الموبايل مش هو اللي يتحكم فيا. فحابين تبدأ. أنا جمعت اللي عملته في طريقة أو فريم ورك سميتها اللقات التلاتة، يعني 3 لأ أو 3 نوز. لأ لأ لأ، 3 حاجات ما تعملهمش علشان تبطل إدمان السوشيال ميديا. أو لأ، وأهم لأ عملتها في حياتي علشان أبطل إدمان السوشيال ميديا هي إن أنا بطلت أحط التليفون جنبي أو في محيطي، أحطه بعيد عني بحيث إن أنا أبقى سامعاه لو حد اتصل بيا، وفي نفس الوقت مش جنبي قريب مني كل لما أزهق ألاقيني عمالة أمسكه وإيدي تروح له أوتوماتيك من غير ما أبقى حاسة، وأنا بشتغل وأنا بذاكر وأنا قاعدة مع عيلتي وأنا بنظف البيت وأنا بعمل أي حاجة أنا ناوية الوقت ده يبقى الحاجة دي بحط الموبايل بعيد عني. الحيلة البسيطة الصغيرة دي نفعت معايا في الأوقات اللي أنا ببقى مخصصاها لحاجة، الأوقات اللي أنا ناوية أركز فيها في تاسك أو في حاجة أنا بعملها. لقيت الحقيقة التليفون لما بيكون جنبنا إحنا مش بنقرر أو مش بنحدد إن إحنا دلوقتي هنمسكه، إحنا بنلاقي إيدينا بتروح له أوتوماتيك من غير ما نحس. وبعد ما الهاك ديت نفعت معايا في أوقات التركيز، الأوقات اللي أنا ناوية أعمل فيها حاجة، قررت إن أنا أستخدمها كمان قبل النوم. خلينا متفقين إن ده مش وقت تركيز أصلا، ده وقت ولا انت عندك طاقة ولا قادر تعمل أي حاجة تانية مفيدة في حياتك. طيب أنا ليه ما كنتش حابة أمسك الموبايل في الوقت ده؟ لكذا سبب. أول سبب لأنه بيسرق آخر طاقة في اليوم. الوقت ده وقت تقفيل اليوم مش وقت محتوى. أقعد على السرير أقرأ كتاب، أقرأ أذكار النوم، أفكر في اللي حصل النهاردة وأكتب لو في حاجة مهمة عاوزة أعملها، أشوف المفروض أعمل إيه بكرة بدل ما أنا أصحى لسه الصبح من النوم أضيع وقت وطاقة في إن أنا أقعد أفتكر أنا المفروض كنت هعمل إيه النهاردة. أعمل ولا حاجة، أقعد على السرير عاملة كده من غير ما أعمل أي حاجة واستمتع بلحظة هدوء أخيرا بعد زحمة اليوم، شغل وبيت وبنت وتنظيف وحضانة ولانش بوكس وحاجات كتير قوي. آخر يومي بيبقى فاضلي نقطتين بنزين بس في التك بتاعي، يوفرهم لبكرة يسيبهم للسوشيال ميديا تشفطهم. قبل النوم مش محتاج محتوى، قبل النوم محتاج هدوء. تاني سبب لأنه بيقفل اليوم بإحساس مش بتاعي، مشاكل ناس تانية، حياة ناس تانية،
مقارنات ملهاش لازمة عقلي بيحطني فيها اوتوماتيك من غير ما احس، صراعات وحروب ومشاكل اقتصادية في كل حتة في العالم وأخبار تسد النفس، فمخي بيفضل شغال وأنا نايمة، مش بيقفل زي لو أنا قفلت يومي من غير المحتوى. تالت وأهم سبب لأنه بيكسر العلاقات المهمة اللي في حياتي. يعني الوقت ده بدل مثلا لما أكون قاعدة آه، مع بنتي بنيمها أو بقرا لها قصة أو بتكلم معاها، بدل ما أبقى قاعدة مع جوزي بنتكلم، أو حتى لو قاعدين ساكتين بس حاضرين، مش كل واحد ملهي ومش مركز في أي حاجة لأنه باصص في الموبايل. أسيب الوقت ده وإحنا أصلا في العادي ما بنقضيش وقت كتير سوا، واقعد انا ماسكه تليفوني وهو ماسك تليفونه. علشان كده بمنتهى البساطه قررت ان مفيش تليفون يكون جنبي في اوضه النوم قبل ما انام. السبب الوحيد اللي كان مخليني اخلي التليفون جنبي هو المنبه علشان اظبطه علشان اصحى تاني يوم. المشكله دي اتحلت بمنتهى البساطه لما جبت المنبه ابو جرس اللي بيعمل تيت 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 اللي كان عندنا في بيتنا زمان وانا صغيره وعند جدتي، عارفينه اللي بيصحي الحي كله او الشارع كله، مش بيصحيك انت لوحدك ده. جبت واحد منه حطيته جنبي على الكومودينو وبقى هو ده اللي بيصحينا كلنا. وقررت كمان ان مفيش تليفون اول ما اصحى من النوم. طب ليه اول ما اصحى من النوم؟ اول ما اصحى من النوم فعليا ده وقت اهم من قبل ما انام، لاني عاوزه ابدا يومي بحياتي انا، مش بحياه البلوجرز ولا بحياه صحابي ولا مين سافر فين ومين اتجوز مين ومين عامل مشاكل مع مين ومين طلعت فضفض وتحكي لنا اللي حصل معاها او مع حماتها. اول يومي انا محتاجه اركز في يومي انا وابدا يومي صح علشان يومي يكمل صح. اصحى الصبح اصلي الفجر، اقرا اذكاري، اقرا وردي من القران، اشرب كوبايه الشاي في هدوء وبسكوت وبروقان قبل ما ابدا مطحنه اليوم. ابدا يومي بهدوء وبتركيز وباحساسي انا وبحياتي انا، مش بابديتس عن حياه الناس. مش نافع ابدا اليوم باحساس مش بتاعي. وبكده ان انا اخلي التليفون بعيد عني وقت التركيز اول لما اصحى من النوم قبل ما انام. الحيلة ديت نفعت معايا بنسبة كبيرة جدا. اتبقت مشكلة واحدة بس، أول ما بسمع صوت النوتيفيكيشن اللي هو تن، أقع في الفخ ويبقى عندي فضول رهيب أعرف مين بعت إيه، فأروح أوتوماتيك على الموبايل علشان أشوف مين بعت لي إيه. فده قادني لنو نمبر 2 أو لأ رقم 2، إن أنا لأ للنوتيفيكيشن، لأ للإشعارات، إن أنا أقفل كل النوتيفيكيشنز بتاعت ابلكيشنز السوشيال ميديا كلها. لأن المشكلة كانت بتحصل أول لما حد يبعت لي حاجة واسمع صوت النوتيفيكيشن تن، أي حد بعت أي حاجة أدخل أرد ألاقيني اتحشرت في ابلكيشنز السوشيال ميديا ومش عارفة أخرج منها، وعلى الأقل نص ساعة من اليوم راحت لمجرد إن أنا سمعت صوت نوتيفيكيشن. بقى عندي فضول، بقيت عاوزة أعرف مين بعت لي إيه. سألت نفسي يا دينا يا دندونة، هل بجد الحاجات اللي بتتبعت لك عاجلة ومستعجلة لازم يترد عليها دلوقتي، ولا عادي لو أجلتيها لآخر اليوم أو بكرة أو حتى ما ردتيش عليها؟ واللي محتاج في حاجة ضرورية قوي يتصل بيا. ومن كتر الهدوء والراحة النفسية اللي الهاك دي بس عملتها لي في يومي، قررت ان انا اخد الموضوع لليفل تاني واقفل كل النوتيفيكيشنز بتاعت كل الابليكيشنز اللي عندي على الموبايل، وبقيت مستمتعة بلحظة هدوء رهيبة في يومي. وزي ما اللي بيبعتلي في الوقت المتاح بالنسبة له، انا كمان من حق ارد في الوقت المتاح بالنسبه لي. احنا مش لازم نكون متاحين طول الوقت عشان نبقى ناس كويسين. الهدوء ده كان حلو قوي، بس فكرني بجمله قالتها لي محفظه القران بتاعتي ربنا يرحمها، كانت بتقولي نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني مش هتشغل نفسك بحاجه كويسه، نفسك هتشغلك بحاجه مش كويسه. والجمله دي ما ترنش في وداني وفي دماغي كل لما الاقي نفسي بصغر دماغي او بعمل مشاكل بلا هدف، او عمال افكر في حاجات قديمه حصلت لي واتضايق عليها. لك دي كمان تردن في وداني كل لما الاقي نفسي عماله استخدم السوشيال ميديا من غير هدف ومن غير وعي. فلو لقيت نفسك بتستخدم السوشيال ميديا كتير قوي، ده معناها ان في حاجه مهمه في حياتك ناقصه. انا عمري ما كنت ضد الهدوء او الفراغ، بس انا ضد الهدوء والفراغ اللي بيخليني ارجع تاني استخدم السوشيال ميديا. فده قادني للأ رقم 3، يعني نو
اوتوماتيك سكرولينج، يعني مفيش سكرولينج او مفيش تصفح للسوشيال ميديا كرد فعل طبيعي او تلقائي لاي زهق او اي ملل يحصل في حياتك. يعني وانت واقف في طابور، وانت مستني دورك عند دكتور، وانت مسافر في طريق طويل، وانت قاعد في البيت خلصت كل حاجة وراك ومش بتعمل اي حاجة، لان ببساطة المشكلة مش انك تستخدم الموبايل او تستخدم السوشيال ميديا وانت مش وراك حاجة او مستني دورك في طابور او زهقان او عند دكتور او مسافر مشوار طويل. المشكلة في السوشيال ميديا انها ادمانية. استخدامك ليها وانت ما عندكش حاجة او انت كده كده الوقت ده ضايع هيخليك ما تعرفش تبطلها لو عندك حاجة ومحتاج تبطلها. يعني لو استخدمت السوشيال ميديا وانت فاضي هيكون صعب عليك انك تبطلها حتى وانت مش فاضي. وبعد ما فكرت كويس قررت ان انا مش هستخدم الموبايل من غير وعي حتى وانا فاضية وما عنديش حاجة. الموبايل ليه مهام محددة، السوشيال ميديا ليها استخدامات محددة. أدخل أشوف حاجة، أستخدم الموبايل في وقت محدد، أعرف هستخدمه إمتى وهسيبه إمتى. ولو زهقانة أو مش لاقية حاجة أعملها أو فاضية أقوم أدور على أي حاجة، أقرأ بقى، أتصل بحد من زمان ما كلمتهوش، أقعد فاضية أبص في السقف أفكر في حالي الدنيا، أعمل حاجة مفيدة لدنيتي أو لآخرتي. فالسوشيال ميديا دلوقتي بقت عندي لسببين: يا إما أنا أدخل أشوف حاجة بسرعة واخرج تاني، يا اما أنا احدد وقت، والله الوقت ده اللي هستخدمه للسوشيال ميديا، ومش كل يوم ومش وقت كبير. ماكسيمم اقصى حاجه نص ساعه في اليوم ومش كل يوم. وما تخافوش، مش هتحسوا ان في حاجه ضايعه من حياتكم، مش هتحسوا ان انتوا قاعدين معزولين عن العالم، مش هتحسوا ان في اخبار بتفوتكم. بالعكس، استخدامنا للسوشيال ميديا بيخلينا متضايقين، متوترين، تعبانين، مرهقين نفسيا. احنا مش بنحس بده غير اما بتبطلها، مش بتحس بكمية الهدوء والراحة النفسية اللي بقت في يومنا والبركة اللي بقت موجودة في يومنا غير لما نبعد شوية عنها. ومع الوقت لاحظت حاجة بسيطة، ان احنا في الاول وفي الاخر كلنا بشر. اوقات برجع اضعف تاني، اوقات برجع اتعب تاني، اوقات اكون قاعدة في البيت واخدة اجازة مرضي مش قادرة اعمل اي حاجة فبضطر اوتوماتيك امسك الموبايل تاني. وده بيرجعني، مش هقول لنقطة الصفر قوي، بس بيرجعني لتعلقي بالسوشيال ميديا. فلما بلاقي نفسي وقت لأي سبب من الأسباب ضعفت، ما قدرتش أمسك نفسي، بقيت عمالة بسكرول على طول، بعمل هيك بسيطة: أشيل كل أبليكيشنز السوشيال ميديا من عندي من على الموبايل وأخليها يا إما على التابلت يا إما على اللابتوب. إحنا بطبعنا كائنات كسولة، الحاجة لو صعب علينا ما بنعملهاش. بمعنى التابلت واللابتوب مش معايا طول الوقت، التابلت واللابتوب مش معايا مثلا وانا رايحة مشوار، التابلت واللابتوب حجمهم اكبر من الموبايل فشيلتهم طول الوقت اصعب، حتى لو انا حطاهم كده على حجر اصعب من الموبايل اللي معايا حتى وانا في المطبخ. فمع الوقت استخدامي ليها قل لان انا خليتها في حتة بعيد عني، خليتها اصعب عليا، خليتها مش متاحة بسهولة قوي ليا طول الوقت. فحبة بحبة استخدامي ليها قل كتير جدا. والهاك ديت ان انا امسح كل ابليكيشنز السوشيال ميديا من على الموبايل بتنفع معايا جدا في الوقت اللي انا عارفة ان انا هيبقى عندي وقت فراغ فيه وممكن ارجع تاني اتعلق بالموبايل. وانا مسافرة مثلا لازم امسح كل ابليكيشنز السوشيال ميديا من على التليفونات كلها عندي. الفرق يا جماعة رهيب رهيب لصحتنا وطاقتنا وحالتنا النفسية. انك تستخدم التليفون وخليه هو اللي يتحكم فيه، انك تخلي جهاز يتحكم فيه وانت عمال ما بتعملش حاجة غير ان انت بتضيع عمرك عمال تبص في حياة ناس تانية، حياة مش حقيقية، معظم اللي بيحصل فيها مش واقعي. وانك تبقى حتى لو لسه بتستخدم السوشيال ميديا، مش هقولك بطلتها تماما، تستخدمها بوعي، بعقل، بحكمة. في أوقات أنت ممكن خلاص مش محتاج الطاقة الرهيبة اللي بتبقى عندك في اليوم. أنا عارفة إن أنا أحط التليفون بعيد عني دي ممكن تبقى بالنسبة لناس كتير مرهقة، إن أنا كل ما حد يتصل أقوم أخد التليفون وارجع تاني، أو إن أنا مثلا أقفل النوتيفيكيشنز من على كل أبليكيشنز السوشيال ميديا. بس والله حياتنا وعمرنا
ونفسيتنا تستاهل إن إحنا نجرّب طريقة والتانية والتالتة علشان بس نسترجع حياتنا تاني اللي السوشيال ميديا خدتها مننا. مش ضد استخدام السوشيال ميديا، ما أنا مش طالعة أكلمكم في الراديو، أنا ضد إن أنا أبقى مقررة إن أنا أدخل أنام مثلًا وألاقي نفسي مقضية ساعة على السوشيال ميديا قبل النوم، أنا ضد إن أنا أبقى مقررة إن أنا هاقعد أذاكر دلوقتي وألاقي الوقت كله اتسحب من غير أما أبقى واخدة بالي، أنا ضد إن أنا أبقى رايحة أقعد مع عيلتي أو أقرر إن الوقت ده أقضيه بجودة كويسة مع أسرتي وألاقينا كل واحد فينا ماسك الموبايل وباصص فيه وما فيش حد فينا باصص حتى في وش التاني. أنا ضد إن حياتنا تتسحب مننا من غير ما نبقى مقررين ده لمجرد إن في جهاز هو اللي بيتحكم فينا مش إحنا اللي بنتحكم فيه. إحنا كده خلصنا، بس أنا محتاجة أقول 3 حاجات قبل أمّا نمشي. أول حاجة الفلوس بتروح وتيجي، بس العمر لو راح للأسف ما بيرجعش تاني، فخلّي بالك قبل أمّا تلاقي نفسك العمر جرى بيك وأنت ما عملتش الحاجة اللي أنت عاوز تعملها أو ما عِشتش حياتك بالطريقة اللي أنت كنت عاوز تعيش بيها. تاني حاجة، السوشيال ميديا للأسف بتستنفذنا، أضرارها على صحتنا، على طاقتنا، على نشاطنا، على حالتنا النفسية، على دماغنا، على هرموناتنا، كتير جدًا. فحتى لو أنت الوقت مش مهم بالنسبة لك أو حتى لو أنت الوقت عندك منه كتير أوي، أكيد باقي جوانب حياتك مهمة بالنسبة لك. رقم 3، أي سلعة أو أي حاجة بنستخدمها بيكون ليها فلوس، إلا السوشيال ميديا استخدامها ببلاش، بس الحقيقة السوشيال ميديا إحنا السلعة اللي هي بتبيعها مش المستهلك أو المستخدم اللي بيستخدمها. كل الداتا، كل معلوماتك بتتباع وبتحقق ملايين لأصحاب شركات السوشيال ميديا، فبلاش نكون سلعة رخيصة. لو وصلتوا لحد هنا يبقى عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي.